وانا عندي 6 سنين اكتشفوني في المدرسة ان انا بغني كويس. وكمان كنت والدتي هي اللي كانت بتشجعني جامد قوي، وكانت مقتنعة جدا ان صوتي حلو، وقدمت لي على كورال الاطفال بتاع مصر. وكان حاجة مفروض صعبة، يعني كان في حوالي 400 طفل واختارونا 3، كنت انا وهاني شاكر، وكان في واحد كمان اسمه نادر جلال. معرفش بقى هل هو نادر جلال المخرج ولا لا، بس المهم ان احنا ال3، وانا عندي صورة هبقى اوريها لكم هنا وانا قاعد، انا حتى رجلي مش طايله. وهاني شاكر اكبر مني بحوالي 4 سنين او 6 سنين، وكنا بنغني في مسرح الهوسة بير في القاهرة. وكانت اللي بتتابعنا الأستاذة رتيبة الحفني، وكانت الحقيقة كان موضوع يعني مهم جدا جدا. وكنت بغني كويس، والمدرسة كمان كانوا بيعملوا لي أغاني مخصوصة ليا. أول أغنية أفتكرها اتلحنت ليا وأنا صغير، كان عمري حوالي 7 سنين، كانت عاملاها لي مدرسة الموسيقى، وكانت عن فلسطين، وانا لسه فاكرها لحد دلوقتي، فممكن اقولها لكم. يا رايح عالميدان قبل تصون المجد والعزة، يا رايح عالميدان قبل تصون المجد والعزة، انا رايح اشوف اهلي وقابلك بكرة في غزة. يا رايح ارض اجدادي تقدم للجهاد قصة، ترارارارارم تصون القدس من العادي وتحمل مسجد الاقصى، سوا ايدك على ايدي ويوم النصر يوم عيدي، سوا ايدك على ايدي ويوم النصر يوم عيدي، يا رايح عالميدان قبلي. بس. وغنيت، انا فاكر غنيت في الاوبرا المصرية الاصلية اللي هي قبل ما تتحرق، ما اتحرقتش من صوتي على فكرة هي كنت لسه صغير قد كده. غنيت فيها في حفلة كانت مسابقة المدارس على نطاق الجمهورية، واحنا كسبنا المسابقة. وانا فاكر كنت لابس بدلة سودة وسديري ترتر وبابيونة.